قبل ما نقول حكايتنا، في سؤال بسأله كده في نص الحلقة او في اخرها، وانت بتجاوب عليه تحت في الكومنتات، واللي بيجاوب صح بيظهر معايا في الحلقة الجاية. تعال احكي لك قصة الراجل اللي اخد هيد شوت في دماغه وفضل عايش. سنة 1863 الامريكي جاكوب ميلر كان مشارك في الحرب الاهلية الامريكية، فاتصاب برصاص البندقية في نص راسه. لا حرفيا كان في نص راسه فعلا، اللي كان بيضرب كان بيتمرن على هيد شوت تقريبا. المهم بعد ما الحرب خلصت شافوه وسابوه ومشيوا، افتكروه مات يعني. بس هو ما كانش ميت، هو بس كان مغمى عليه شوية من خبطة الرصاص. وأول لما صحي أخد السلاح بتاعه وعمله عكاز ووصل بيه لحد باب المستشفى. وفي المستشفى استغربوا جدا من حالته، ما طبيعي هيستغربوا واحد داخلهم وفي رصاصة في نص راسه. المهم الدكاترة عملوا له عملية وشالوا جزء من الرصاصة ومعرفوش يشيلوا الباقي، وسابوا باقي الرصاصة في راسه عادي. وبعد 17 سنة صحي من النوم لقى حتة الرصاصة اللي في دماغه وقعت منه، بس حتة مش كلها، لكن ما عدتش كتير الحتة ديت، وبعد 14 سنة وقعت الحتة الأخيرة. علشان يكون الراجل دوت عاش 31 سنة برصاصة في دماغه. وعلى فكرة طول الفترة ديت ما كانش بيحس بحاجة غير شوية صداع كل فترة كده. بس كده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، واستنوني في حكاية جديدة. لو عجبتك الحكاية ما تنساش اللايك والشير، وطبعا لو ديت أول مرة تشوفني فاشترك. السؤال هو سليمان الحلبي مات ازاي؟ قول تحت في الكومنتات بس بطريقة حلوة.